للأسف تاريخنا له نسختين، نسخة متزوقة ومتمنتجة ومتشكلة ومكتوبة بخط نسخ جميل، ونسخة تانية قبل المونتاج. تاريخ بعبله، تاريخ ما تعرفش عنه حاجة مع إنه مكتوب بخط واضح وكبير وبيقول للي مش بيشوف أنا هو. تاريخ أبطاله من ورق، حكاياته فنكوش، وكلامه ما اتقالش غير في أفلام يوسف شاهين. مصر هتفضل غالية عليا، 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 مصر هتفضل غالية عليا. اعتمدت في مصادر ومعلومات حلقة النهاردة على 4 كتب ومصادر مهمة، مصادر مهمة جدا، تقريبا بيمثلوا 4 أفكار مختلفة بيتشكل منهم فكر مجتمعنا المصري النهاردة. أهم وأول مرجع كان اللي كتبه المؤرخ المصري المسلم المعاصر للحدث عبد الرحمن الجبرتي، شيخ المؤرخين، وكتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار. تاني مرجع كان كتاب للمستشار المصري محمد سعيد العشماوي، مصر والحملة الفرنسية. تالت مرجع كنت برجع له من وقت للتاني بحذر، كان كتاب لضابط فرنساوي من اللي كانوا جايين مع الحملة، مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصر. والمرجع الرابع، وده اللي هحاول في معظم حلقاتي الجاية إني برضو أرجع له وطابق اللي جه فيه باللي جه في باقي كتب المؤرخين، وهو كتاب تاريخ البطاركة والكنيسة المصرية. بالظبط كده، حلقة النهاردة عن الحملة الفرنسية على مصر. تقريبا معظمنا أول ما بتيجي سيرة الحملة الفرنسية على مصر على طول بيجي الصورة النمطية اللي اترسمت في وجداننا بالعافية عن الفترة دي: محتل أجنبي، خيول وعساكر داخلين الأزهر بجزامهم، صوت محسن محي الدين في فيلم وداعا بونابرت وهو بيهتف مصر هتفضل غالية عليا، يسرى في مسلسل حياة الجوهري وهي معلقة صورة جدها الكبير الشيخ الجوهري وهو بيطرد الفرنسوية بخيولهم من ساحة الأزهر، سليمان الحلبي الشهيد العربي المسلم وهو متعلق على الخازوق. كل اللي هحاول أعمله معاكم النهاردة إن أحكي لكم الحدوتة زي ما هي مكتوبة بالظبط في اللي كتبه شيخ المؤرخين الجبرتي. وطبعا في آخر الفيديو هحط لكم قائمة بالمصادر وأرقام الصفحات. نرجع بالزمن مع بعض حوالي 227 سنة ونشوف العالم كان شكله إيه. العالم كان عامل زي طبق كشري كبير مغروزة في قلبه 3 معالق. المعلقة الأولى كانت من نصيب الإنجليز، المملكة أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والمعلقة الثانية كانت من نصيب الفرنسوية، والمعلقة الثالثة كانت معلقة تقليب شاي صغيرة كده بتاعة العثمانية اللي خلاص سنانهم كانت بدأت تقع ومعدتهم ما بقتش قادرة على تقلية وشطة الكشري. المهم مصر بقى كانت عاملة ازاي في الوقت ده؟ ورقة وقلم وركز معايا. ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية بيحكمها المماليك في مقابل حلوان وإتاوة بتتبعت كل سنة للخليفة العثماني. ثانية واحدة لسه ما خلصتش، غير المماليك كان في كمان البدو والعربان اللي منغصين على المصريين عيشتهم، وعيشتهم كلها كانت على السلب والنهب والقتل. طب والمصريين نفسهم قاعدين مستنيين هيدفعوا كام لمين وازاي؟ الفرنسوية دخلوا مصر من البحر، دخلوا اسكندرية واستقر الأسطول بتاعهم هناك، وبدأ بونابرت في إنه يبعت رسائل لكل المناطق اللي هيعدي عليها جيشه يطمن الناس ويقول لهم إنه جاي عشان يخلصهم من بلطجة وبطش المماليك ومباركة الخليفة العثماني. وما كانش حد هيدور وراه، ولا كان الخليفة أصلا دريان باللي بيحصل. وبما إن ما كانش فيه أيامها تلفزيون ولا يحزنون فالخبر وصل أبطأ، ولكن وصل في الآخر للقاهرة. الغريب في الأمر إن الجبرتي بيقول إن لما الخبر وصل ليهم في القاهرة الإشاعات كترت: الحق دول جايين من ناحية النيل، اجري يا ولا دول جايين من ناحية الصحراء. والمماليك وقلادشهم كل واحد راح استخبى في منطقته ولما رجالته حواليه وقعد مستني. قال لما حد منهم كلف قطر وبعت مجموعة استطلاع ولا نفرين 3 يروحوا يشمشموا ويجيبوا خبر عليه القيمة. أكيد طبعا البلد كانت بتغلي والمصريين صحيوا للندى وسنوا سكاكينهم وسيوفهم ونبابتهم وعملوا لجان شعبية ووقفوا على بوابات المحروسة. الشيخ الجبرتي بيقول إن لما خبر دخول بونابرت
وجيشه ووصل مصر اتبدل حال المصريين وصابهم الخوف والقلق. شيوخ الأزهر عملوا مجالس علم في الجامع وقعدوا يدوروا جوه كتب البخاري عن كيف تهزم الفرنسويين في 24 ساعة بدون معلم. وعامة الشعب عملوا حلقات ذكر في الحسين وقضوها الله حي الله حي، وجابوا أكل ولب على أساس إن هو ده الطريق الوحيد اللي هيخلصهم من العدو الجديد اللي ربنا سلطوا عليهم. لدرجة إن الجبرتي بيقول الحسين اتقلب سويقة ومخور حرفيا، أكل وشرب وضحك ورغي وغنى ورقص وشقط كمان. والمماليك وعساكرهم عملوا سيك ليف بدري بدري وفص ملح وداب. وكده كده العثماني كان مشغول في تصوير الجزء 118 من مسلسل حريم السلطان. طبعا المصريين وشيوخ الأزهر قاعدين مرعوبين ومستنيين يشوفوا الفرنسوية هيعملوا فيهم ايه لما يدخلوا المحروسة. حاكم العالم في الوقت ده كان عنده ثقافة كده، حاجة اسمها استباحة ال3 أيام. يعني ايه الكلام ده؟ عساكر وضباط الجيش المنتصر لما بيدخلوا العاصمة المهزومة بيستباحوها لمدة 3 أيام، حرق وسلب ونهب وسبي وقتل، لغاية اللحظة اللي بيوصل فيها القائد المنتصر ويعلن وقف الحرب، وبكده يدخل الشعب المستسلم تحت حمايته ويصبح جزء من رعاياه. نابليون وجيوشه وصلوا بس مرضيش يدخل، فضل قاعد مستني حد كبير يطلع يتفاهم معاه. المماليك هربوا، شيوخ الأزهر مستخبيين، والمصريين بيشربوا جوزة متغمسة حشيش في الحسين ومرعوبين وبيفكروا في اللي هيتعمل فيهم. كل ده ونابليون واقف في ميدان الأزبكية مستني حد مسؤول يخرج يتكلم معاه. الرجالة مستخبية وخايفة لو طلعت نابليون هينور حواري المحروسة في ليالي رمضان برقابهم المتعلقة. فقرروا انهم يبعتوا له 2 مغاربة كانوا بيعرفوا فرنساوي. نابليون هيستغرب بشدة، يا جدعان انا مش طالب مترجم، انا عايز حد من الأمة المصرية اتكلم واتفاهم واتفق معاه. انا عاوزهم عشان اعمل بيهم حكومة ووزارة تقوم على مصالح الأمة المصرية تاني، بدل المماليك اللي مطفحينكم الذل بشاليمو. وهنا لازم نعمل استراحة ونفكر مع بعض في حاجة مهمة جدا أخدت بالي منها وأنا بنكش ما بين كلام الجبرتي. صدمة الأزهرة والجبرتي نفسه اللي هو شاهد العيان على الحدث كانت في إن تقريبا بونابرت هو أول واحد من ساعة دخول الفرس مصر من سنة 525 ميلادي يتكلم عن المصريين. من وقت دخول العرب مصر وإحنا بقينا نصارى ومسلمين، ومع الوقت تلاشى مسمى المصريين وتقريبا نسيوه. المهم نابليون بيقابل الشيوخ وبيشكل منهم حكومة بحقائب وزارية ونظام قضائي حسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ووزارة مالية ومصلحة ضرائب. الشيوخ هتطمن وبالتبعية هتطمن المصريين، ويدخل الفرنسوية القاهرة ويبدأ الجبرتي يحكي لنا إزاي الفرنسويين كانوا ناس محترمة بتدخل تشتري الحاجة وسبحان الله تدفع ثمنها، لدرجة إن المصريين ساقوا فيها وبقوا بيبيعوا للفرنسويين بأسعار مبالغ فيها، وبرضه كانوا بيدفعوا وهم مبسوطين وما عندهمش أي مشكلة. يكمل الجبرتي في وصفه اللي كله انبهار بالفرنسويين ويقول إن الناس دي بيحبوا يشربوا بس ما بيسكروش، واللي كان فيهم بيسكر ويتدرمغ ويتمسك في الشارع ولا في حارة وهو سكران طينة كان بيتقبض عليه ويتحاكم كمان. ويضيف الجبرتي ويعلق إن الفرنسوية أخلاقهم كانت كويس عشان كانوا أصحاب كوباية، إنما عامة الشعب والرعاع المصريين كانوا حشاشين عشان كده أخلاقهم كانت زفت خالص. من الحاجات برضو اللي أخدت بالي منها هو تعليق الجبرتي عن فرحة الشعب الغلبان وتفائلوا بضيوف الجداد وتعاملوا معاهم. لا وإيه، دول كانوا بيعملوا لهم كحك وبسكوت وحلويات ويطلعوا يفرقوهم على العساكر الملعلطة اللي بتعدي عليهم. وفي الوسط بيتكلم عن بداية ظهور فكرة المطاعم والأكل الجاهز مع دخول الفرنسويين. في نقطة على جنب حاسس إنه من الأمانة والإنصاف التاريخي إن أقولها، البغاء والدعارة كتجارة لم تدخل مع الفرنسويين. في وسط نكشي في اللي كتبه الضابط مواري الفرنساوي في مذكراته تلميح عن صدمة الفرنسويين من شكل المصريات وامتلاء أجسابهم، وإنهم ما كانوش بالبلدي من النوع اللي بيحبوه، وكانوا جايبين معاهم ستاتهم المتخصصين في الموضوع ده. ولما دورت عن البغاء وبقعات الهوى في مصر اكتشفت ان المؤرخ ابن إياس الحنفي كان كاتب في كتابه بدايع الزهور في وقائع الدهور بتحفظ عن ضريبة كان فرضها قنصوة الغوري السلطان المملوكي. المسلم
على بائعات الهوى وبيوت الفساد تحت مسمى ضريبة بيوت الخواطي. يعني الموضوع ده كان منتشر ومعترف بيه من قبل دخول بونابرت وعساكره بأكتر من 200 سنة. نحط نقطة نظام وناخد نفسنا كام ثانية ونرتب كل الكلام اللي فوق ده جنب بعضه، ونبدأ ننكش في موضوع ثورات القاهرة الأولى والتانية ضد الغاز الفرنساوي، ونسأل نفسنا سؤال يتيم: ايه اللي يخلي المصريين يصروا على الفرنسوية ويبقى عايزين يكشحوهم من مصر؟ في مناهج التاريخ اللي بيدرسوها لنا في المدارس كان في اسطمبة كده: س علل قيام المصريين بثورة ضد المحتل الفلاني، ج بسبب انتشار الظلم والمحسوبية والفساد وارتفاع الضرائب وكثرة الجباية بلا بلا بلا. شعب لأول مرة من أكتر من 1200 سنة حد غريب يدخل ويسأل عليه بالاسم، يسأل عن المصريين. سؤال أربك المؤرخ نفسه وخلاه يستغرب من مظاهر بسيطة في ظروف عادية مش المفروض أصلا إن حد ياخد باله منها، ورصدها في كتابه بشكل يحسسك إنها حاجة جديرة بالتوثيق. لما بيشتروا حاجة بيدفعوا ثمنها، لما بيدخلوا ياكلوا في مكان بيدفعوا الحساب من سكات ويمشوا من غير ما يجيبوا عليه وطيه. احنا كمصريين هنصور ضدهم ليه؟ الموضوع ده خلاني انكش تاني في وسط كلام الجبرتي. لما بونابرت قرر ينظم الضرايب، الموضوع ما بقاش مين ياخد قد ايه من غير ما حد يسأل، لا بقى في دفاتر وحد اقصى وحد ادنى ومواعيد وضرايب عقارية وابحاث ميدانية ومطابع بتطبع منشورات. المصلحة ما بقتش ماشية لا للازهر ولا للمماليك ولا للصيع المماليك طلقاها على خلق الله. وفجأة بقى في ناس بتدفع ومش واخدة أي حاجة، وعطلت مكنة ATM ومبقاش في أي مصلحة جاية من ورا حكم المخروبة دي غير وجع القلب. وفعلا مطابع بونابرت اللي كانت جاية معاه طبعت المنشور وبدأوا يلزقوه في الشوارع والحارات، ونزل الموظفين للشوارع علشان يبدأوا في الحصر والتدوين. الجبرتي بيقول إن طبعا الناس اتخضت من اللي سمعته، وبدأ الصياح والأصوات تعلى ما بين مستسلم ومسلم للقرارات وما بين اللي مش موافق ومش عاجبه الحال. في نفس ذات اللحظة اتجمع عامة الناس من الصيع والهمج والسوقة، ده بلغة الجبرتي، وخدوا بعضهم وطلعوا على بيت القاضي وحدفوه بالطوب، زعيق وشتيمة لدرجة انه قفل عليه باب بيته وما طلعش يرد. وخدوا بعضهم واتجهت المظاهرات على الازهر، ووجودهم في الازهر معناه كلام من عينة الجهاد واعلان راية الاسلام وقتال الكفار ومن على شاكلتهم. بونابرت مش عبيط وعارف ان اللي اوله طوب اخرته وجع قلب. بعت لهم قائد عسكري رفيع المستوى من المقربين ليه عشان يقول لهم ان اللي بيحصل ده عيب وملوش اي مبرر. اتلم عليه العامة وعدموه العافية، وضربوا العساكر اللي كانت جاية معاه. وفي تصعيد مش مفهوم العامة بدأوا يهيجوا أكتر، وبدأوا يهجموا على البيوت ويسرقوا وينهبوا ويقتلوا وينتهكوا حرمات وبيوت مصريين زيهم. اللي لسه مركز معايا في كلامي ولسه ماسك الورقة والقلم وبيحط زيت جنب عبيد وبيحاول يلم الشامي على المغربي هيقدر يستوعب ليه الجبرتي قال على استحياء إن ثورة القاهرة الأولى قام بيها الهمج والرعاع والسوق. الجبرتي يا سادة كان بيسجل موقف بشكل متغطي إن الثورة قامت بيها فئة جهلة حرقتها قلة مندسة وأصابع خفية ليها مصالحها الخاصة. أيوة سمعك يا اللي هناك، بالظبط كده، موقعة جمل قديمة حبتين. الموضوع هيتطور ومرة واحدة الرجالة هتقرر تروح زي الجراد على الحي اللي عايش فيه الشوام والأروام والأقباط، ويزيد الذبح والقتل وهتك الأعراض، لدرجة إن الفرنسويين نفسهم هيبقوا مش فاهمين هو مين بيقتل مين وليه. الضابط مواريه في كتابه بيقول إن الفرنسوية للحظات وبشكل عبثي جدا هيبقوا مستغربين من رد فعل المصريين، وإن المفروض يكون اللي بيتقتل دلوقتي هو الفرنسويين مش الأقباط والشوام والمصريين. المهم هيبعت بونابرت لشيوخ الأزهر للمرة التانية: يا جدعان ما يصحش كده، هدوا الناس واستهدوا بالله. شيوخ الأزهر ما ردوش ومطلوا وسوفوا وقالوا له فوت علينا بكرة. في الوقت ده بونابرت أدرك إن خية الصدام والعنف اللي اتنصبت له واتجر ليها أصبحت أمر لابد منه. جهز نفسه وعساكره وفردوا تشكيلاتهم فوق مباني القاهرة العالية. جزء من المدافع اتنصبت فوق
القلعة، والجزء الثاني اتنصب فوق كيمان القاهرة اللي هي حديقة الأزهر دلوقتي، ووجه جزء من المدافع دي عن قصد في اتجاه الأزهر، لأن دي كانت هي الطريقة الوحيدة اللي هتجبر شيوخ الأزهر وكباراتهم من أنهم يخرجوا من جحورهم ويتدخلوا ويوقفوا العبث اللي داير في المحروسة والدم اللي طرطش على حيطان شوارع وحواري القاهرة. وبالفعل في ساعات قليلة العركة بدأت، والسما بقت بتمطر قنابل وبومب فرنساوي نزل جزء منه على مباني تابعة للأزهر فعلا. نابليون تكتيكه فلح وجري عليه الكبارات يستسمحوه ويقولوا له احنا اسفين يا ابو صلاح، ويطلب بونابرت من عساكره انهم يوقفوا ضرب وينجح الفرنسوية في السيطرة على الوضع. ده كان كلام الجبرتي عن اللي بعد كده سموها ثورة القاهرة الأولى. طب وثورة القاهرة الثانية؟ الجبرتي بيقول إن مرة واحدة انتشرت إشاعة بين المصريين إن الفرنسوية خلاص هيسلموا ويسيبوا البلد بعد تحالف العثمانية مع الإنجليز والروس، وخلاص في زربيح سلاح وسفن حربية مدججة بكل ما لذ وطاب، وخلاص كلها مسألة وقت ويصبح الفرنسوية في خبر كان. الإشاعة اتنقلت من بيت لبيت ومن حارة لحارة، ولما هندور في تاريخ البطاركة واللي كتبه المستشار العشماوي ونطبقه باللي جه في مذكرات واحد من ضباط الحملة، هنلاقي إن ثورة القاهرة الثانية كانت ما بين الفرنسوية وعساكر كليبر من جهة، وفي الجهة الثانية عثمانية ومماليك معاهم حشرات ورعاع وهمج الحسينية زي ما وصفهم الجبرتي في كتابه، ومعاهم برضو طلع شيوخ الأزهر وطلبوا من المسلمين الجهاد وقتل الكفارة والنصارى. فوضى مرعبة، قتل وذبح وسلب ونهب، وبدأ المصريين قلبهم يجمد على الفرنسوية ويستلموهم تنبيط في الروحة والجاية. شوية شوية التنبيط بقى مد إيد، اتطور مد الإيد لخطف وقتل وذبح والهجوم على مخازنهم ونهب محتوياتها. كليبر رد فعله كان بنفس درجة عنفهم ويمكن أكبر شوية، ضربهم بالمدافع ونجح إنه يطفي نار ثورة معظمهم، وجري وراهم وطردهم لغاية أما دخل فلولهم استخبوا جوه الأزهر. فدخل وراهم الفرنسوية بخيولهم ساحات الأزهر عشان يحاصروهم ويقضوا على اللي بقى منهم. وما يفضلش من الأحداث دي غير مشهد دخول الفرنسويين بخيولهم ساحات الأزهر، ويتكرر المشهد للمرة الثانية، خروج الأزهرة من جحورهم يجروا على سكن كليبر في الأزبكية ويترجوه عشان يخرج خيول عساكره من ساحات الأزهر، وإنهم حرموا ومش هيعملوا كده تاني. ويوسف الجبرتي مشهد ما بين كليبر وشيوخ الأزهر إنهم حرفياً عملوا حمام على نفسهم من رعبهم من غضب كليبر وانقلابوا عليهم، وقراروا إنه مش هيقتلهم بس هيصادر كل أموالهم، نظراً لأنهم شوية منافقين متلونين ملهمش كلمة عن المصريين، ويسيبهم ويخرج ويرزع الباب وراه. فاضل في حلقة النهاردة الكلام عن سليمان الحلبي. سليمان الحلبي صيته ما زعش ولا اتوصف بالبطولة والقومية العربية وتحول لصلاح الدين جديد غير بعد حادثة الاغتيال بأكتر من 135 سنة في كتاب اسمه موسوعة حلب المقارنة لخير الدين الأسدي، وده لغوي وكاتب سوري من مواليد سنة 1900، وهو كان تقريبا من أوائل الناس اللي قالت إن سليمان بطل وشهيد في الجو ده. بالتالي بدأت أنكش ورا الحدوتة. فاكرين كلامي عن طبق الكشري والمنكش اللي داير ما بين إنجلترا والدولة العثمانية من ناحية وما بين فرنسا من الناحية التانية، وعرفنا إن غرزة فرنسا في طمي مصر صب في مصلحة إنجلترا، ولو حصل وسابت فرنسا مصر لازم تسيبها مهزومة خسرانة. بعد ما الدنيا هتقلب سواد والفرنسوية أسطولهم هيغرق وتحصل هوجة القاهرة الأولى وبعد كده التانية والعيشة في مصر تبقى شبه مستحيلة، هياخد بونابرت مركبه ويهرب على فرنسا ويخلي كليبر يبقى هو خليفته وساري عسكره في مصر. كليبر من الأول كان شايف إن الطلعة دي طلعت شوم وخسائرهم فيها أضعاف مكاسبهم، وبالفعل أخذ قرار إنه هياخد رجالته ويرجع بلده واتفق مع العثمانية على كده. لما تيجي تركز في العقدة اللي حطتها له إنجلترا في المنشار، إنجلترا قالت للعثمانية لو الفرنسوية عايزين يفرقوا بس ملط خفيف خفيف زي ما المارشال برعي عمل مع شمس الزناتي ورجالته بالظبط. ترجع خفيف خفيف وهديك توصيلة بأسطولي عشان عارف إن أسطولك خلاص بح. ويمكن تكون دي الحاجة اللي أخرت خروج الفرنسوية من مصر لفترة كمان. وقتها قرر العثمانية وإنكشاريتهم يشتغلوا من دماغهم ويخلصوا على كليبر،
جندوا شاب سوري أفاق لا أهل له. زي ما بيقول الجبرتي كان شغال محفظ قرآن في الحجاز، ولما كان ملطوش اللي كانت بتبعتهم مصر لأهل الحجاز عشان ياكلوا بيهم عيش حاف خلصوا، اضطر يرجع سوريا عشان يتفاجئ إن أبوه محبوس وعليه فلوس متلتلة، والحل الوحيد لتسديد ديون أبوه هو إنه يروح مصر على إنه طالب أزهري ويلبت في الذرة لغاية ما يقتل ساري عسكر الفرنسوية، وهيبقى ليه مكافأة كبيرة جدا. ده غير إنه هيبقى بطل من أبطال الخلافة وهيذيع صيته. وبالفعل ينزل على مصر على أساس إنه طالب أزهري واستخبى في المجاورين لغاية ما هتيجي الفرصة المناسبة وينجح في إنه يقتله ويتقبض عليه ويتحقق معاه ويتحكم عليه بالإعدام المتعارف عليه في بر مصر في الوقت ده بالخازوق، بعد ما يحرقوا إيده اللي قتل بيها القائد بتاعهم. الغريب يا أخي إن الجبرتي لما اتكلم عن اغتيال كليبر اتكلم ورغى وكان منبهر جدا بالطريقه والكيفيه اللي طبق بيها الفرنسويه العداله، وما جابش سيره خالص عن بطوله الحلبي وقوميته العربيه وان اغتياله لكليبر كان فتحه الباب اللي خرج منها الفرنسويين من مصر، وما جابش سيره عن تاثر المصريين وزعلهم على الطريقه البشعه الفرنسويين قتلوا بيها سليمان. بالعكس ده كان معلق وقال ان الحكم جه بنفس الطريقه المتبعه في الوقت ده، وكان كمان اكتر انسانيه، وقارن ما بينهم وما بين اللي قبلهم. الحلقة تقريبا خلصت، مش فاضل غير سؤال واحد، سؤال هيطير برج من عقلي. فين في كل ده محسن محي الدين؟ فين مصر هتفضل غالية عليا؟ وفين المصريين اللي طلعوا بنبابتهم يقفوا في وش المحتل الفرنساوي؟ تاني، هو مين المحتل أصلا؟ بلد وقع تحت حكم بلطجة عثماني بوكالة مملوكية، والمملوك الكبير أول ما شاف مدافع الفرنسويين خلع وخد كل اللي قدر يشيله من ذهب وفلوس ونسوان وحرب، وفي السكة وهو هربان طلع عليه العربان، نهبوا دبحوا استباحوا بيته، حتى الهدوم اللي مغطية ستاته اتاخدت من فوق جتاتهم، والأزهرة رايحين جايين بعمامهم معاهم عليهم. إنما أول ما سمعوا صوت خيل الفرنسوية استخبوا. والمصريين ناس عايشة على باب الله، بتتمسح في قبب الأولية، بتقزقز لب في الحسين، بتحلم بلقمة لعيالها وتسأل نفسها آخر النهار هتلاقي شوية نخالة تعمل بيهم عشاء ولا تنام من غير أكل زي امبارح. وبعدين تقوم ثورة أولى وتانية، ثورة باعتراف الجبرتي قامت مرة عشان ضرايب فرضها الفرنسويين على التجار اللي معاهم فلوس وتعافى منها اللي مش لاقي ياكل، وقامت مرة تانية لما والي عثمان قرر يلم ضرايب عشان يجهز خروج الفرنسويين. وفي المرتين اللي مات واللي اتذبح واللي اتهدد بيوتهم كانوا ناس ملهمش فيها لا ناقة ولا جمل، ناس وصفهم الجبرتي بالرعاع والهمج والسوقة والحشرات، ولما غضبوا نطوا على بيوت بعض، اغتصبوا ستات بعض، وذبحوا النصارى اللي كانوا أصلا من أهل البلد دي. هل التركيبة دي في السياق ده تقدر تطلع منها حاجة اسمها مقاومة؟ يمكن المقاومة ما كانتش غير وش تاني للجوع، والصوت العالي ما كانش صريخ وطن، كان وجع بطن. بس التاريخ بيحب يحول الوجع لبطولة ويكتب علينا نهاية فيلم ما حضرناش أول مشهد فيه. اللي كانوا بيجروا ورا لقمة عيشهم كتبنا عنهم نشيد، واللي كانوا بيستخبوا وقت المدافع سميناهم حكماء الأمة. وإحنا جينا متأخرين قوي وقلنا الناس دي كانت بتقاوم محتل، بس الحقيقة الناس دي كانت بتحاول تعيش.